ورحمة الله تعالى وبركاته. المادة السور هي التي تيرت بالجزائر نتكلم. اليوم نتكلم على هذا الإمام، إمام تاع مسجد القدس في حي العقيد لطفي بوهران. درك تسمعوه، درك ندير لكم فيديو نتاعو هو تسمعوه واش قال. اما المتحدث نهدر المسيرين الشؤون الدينية في وهران. كيهدر هذا الإمام قلعوه، قالوا لهم اليوم ما تجيش تدرس، وما زال القدام، يعني قلعوه ويحوسوا يزيدوا يقلعوهم الخدمة. على واش هدر؟ كاع راكم عارفين هذا الإمام ضد الدعارة، وبقي المكان نتاعو نتاع فاميلتو ونتاع الوهارنة ونتاع كارطي العقيد لطفي ونتاع كاع الكراطة ونتاع كاع الجزائر يكونوا طاهرين. وما نزيدش نهضر بزاف، نخليكم واش تقال، نخليكم انتوما تسمعوا واش قال. وهذوك الخبثاء سمعوني انتوما لكم تسمعوها، انا الخبثاء نتاع نتاع الدين نتاع وهران، مدير الشؤون الدينية نتاع وهران خبثاء. علاه تقلعوا فيه؟ علاه؟ ربما كان خواتاتكم، هدر على خواتاتكم، هدر على نساكم. علاه تقلعوا فيه؟ علاه تقول له ما تدرش؟ قال ما نحبش الدعارة في كرطينة، ما نحبش الدعارة في وهران. رحتوا قلعتوه على خاطر بصح مش الضحكة هذه. كاين اخواتاتكم يخدموا ثم، كاين اخواتاتكم يخدموا ثم، كاين نساكم يخدموا ثم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ولات عندنا العقيد لطفي منطقة للسياحة الجنسية للأسف الشديد. نعرف بعض العائلات بدأت ترحل يبيع برخص القيمة باش يخرج من العقيد، لأن أصبحت كثير من المنازل، كثير من البيوتات عبارة عن بيوت دعارة مفتوحة، وأغلبهم دخلاء على وهران. جيت تحسبهم ولا كانوا يديروا ان كوميسيون، لجنه للتحري كلش، راح تتفاجئوا. الكلام هذا اقوله على مسؤوليتي، والله العظيم 99% ما يسعى بهم وهراني. لا ما عنديش من يحشم، ما يحشمنا من زيد لا من عمرو، براني جاي منا، ما لا باه لا عمه لا نسابه، حتى اللي ساكنين في وهران وين كان ربما براني بصح كابر هنا، يحشم من فلان ويحشم من فلان والناس تعرفه.
بصح هذا ما على بالاش يجي يصيد 3 شهور 2 شهور يجي يفسد ويروح المناكر وتلقى البنات كي ولينا كي اوروبا مسدتين دايرين لاشين مزوقين رواحهم في معرض الازياء وين يقوسوا معاهم. شحال الناس توالف المنكر توالف هذه الظاهره تاع البنات مستدفين والشباب يقوسوا معاهم. شحال لا كان ساعه شحال ولا كان ساعتين شحال ولا كان نبات معاك شحال. بنات من هذا انا اجزم والله العظيم تسعى فيهم وحده بالتبلاد لان لقيناها فرصه يجي يخدموا على رواحهم جايين يخدموا على رواحهم. وهران راها 58 ولايه تصب فيها عاصمه الغرب ولايه هادئه نظيفه جميله لها شواطئ بكر. انا ما شفتش ولكن حكى لي واحد الاستاذ بلا ما نسمي هذه الشواطئ تاعنا من وهران حتى الرجقون والله الا وراني في البورطابل امور رهيبه. بني عريان هذا اللي ما يحشمش على زوجته ما يحشمش على مرته هذا ديوث يا جماعه. اللي راه يدي بناته وولاده للبحر ويقعد يتفرج والناس معريه رواحه هذا ديوث ما يحشمش. راه كاين شواطئ الحمد لله نظيفه ندي عائلتي ندي ولادي نمشي في اوقات اللي ما يجوش فيهم كاع الناس نتنكر على جهه والو تبدا من لا مودرنيتي هذه من التقدم ومن الانفتاح كيمشي قدام الناس وتنبحر ويتصور هو ولادها قله لحيه وينزلها في ستوري بنتها متبرجه ومرتها متبرجه وعاجبها الحال ومعري صدرها ويضحك هذا تاع راجل هذا الشماته ما يحشمش.